فيديو النهاردة ازاي تخلي النرجسي يعمل اللي انتي عايزاه. اتش جي تيودور بيقولك: قلنا كتير قبل كده ان افضل حل واسلم حل ليكي هو الابتعاد تماما عن النرجسي. احسن ليكي ولاولادك لو عندك منه اولاد. وعلى المدى البعيد ايه اللي ممكن يحصلك لو استمريتي مع النرجسي؟ وي حاجات كتيرة جدا. لكن انا عارف ان في مننا كتير، أو هو بيقول منكم كتير يعني، ما تقدرش تعمل الحل ده لأسباب مادية، أو لوجود أطفال ما تقدرش تصرف عليهم وتستقل وتتحمل مسؤوليتهم، أو لأسباب دينية أو لأسباب قانونية، على حسب كل بلد طبعا وقوانينها. أيا كان إيه السبب قولي اللي انت عايزة تقوليه. انت ما تقدريش تسيبيه ومضطرة تكملي معاه وخلاص. طيب ازاي بقى تستفيدي من وجوده ده؟ تستفيدي من الوجود ده أفضل استفادة. إزاي تخلّيه يعمل كل اللي أنتِ عاوزاه، إزاي تتناقشي معاه وتطلعي منتصرة من المناقشة، إزاي تفوزي عليه وتتحايلي وتتلاعبي وتخلّيه يعمل كل اللي مطلوب منه. HG تيودور بيقول لِك: على فكرة الحكاية سهلة جدًا، سهل أوي تخلّي أي نرجسي يعمل اللي أنتِ عايزاه، خلّيه يحس إن هو هيستفيد من اللي هيعمله ده. مش إحنا قُلنا إن النرجسي ما بيعملش حاجة إلا لو كانت في مصلحته؟ طيب خلاص، إحنا هنقنعه إن ده في مصلحته. لو قدرتِ تقنعيه إن اللي أنتِ عايزاه ده في مصلحته هيعمله فورًا. يعني مثلًا أنتِ محتاجة منه إنه يدفع مصاريف البيت، طبعًا ما تروحيش كده على طول تتكلمي معاه وتقولي له إحنا عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا. هيقفل ومش هيرضى إن هو ينفذ لِك أي طلب. اتكلمي معاه بهدوء، مهدي له الموضوع من قبلها بيوم أو 2، انفخي فيه شوية وادي له شوية وقود نرجسي من اللي هو بيحبه. زي مثلا إنك تتكلمي عنه، تتكلمي معاه يعني عن واحدة صاحبتك، وتقولي له مثلا: ده أنا كنت النهاردة بتكلم مع صاحبتي وجبنا سيرتك، وبصراحة حسيت بفرق كبير جدا جدا بينك وبين جوزها، لأن هي قالت إن جوزها ما بيعملش وما بيعملش وما بيعملش، وإن هو مش بيفهمها وإن هو مش مقدرها. قلت لها: لأ، أنا جوزي حاجة تانية، جوزي بيعمل كذا حتى لو هو ما بيعملش. فأنت بتديله شوية الوقود اللي هو آه بيحبه، وبعد كده بذكاء وبلطف منك تعرفي إمتى هو جاهز ومستعد إنه ينفذ لك أي طلب. يبقى أنا هوصله لدرجة إنه يبقى فاهم إنه لما يعمل كده هيبقى شكله كويس جدا جدا قدام الناس، وأنا هبتدي أتكلم عنه كويس أوي أوي قدام صحباتي، وهو طبعا عايز كده. يبقى هي توصلي له إن أنت مثلا كلمتي صاحبتك وإن صاحبتك بتشتكي لك من جوزها، لكن هو أنت ما بتشتكيش منه أبدا. تمام. أنتِ كده اديتِ له الوقود ونفختيه وخلّيتيه يحس إنه أحسن بكتير من جوز صاحبتِك، فيضطر إن هو يعمل اللي أنتِ عايزاه. طيب، إحنا بنقول برضه إنِّك لازم تعملي الحاجات دي بمنتهى الذكاء. يعني مثلًا لو النرجسي اللي معاكِ نرجسي جسماني، يبقى من المطلوب منِّك إنِّك تشكري فيه، وفي في محاسن جسمه، وفي شكله، وفي شعره، وفي وسامته، وفي شياكته، لإن هو بيحب ده جدًا. بيحب إن الناس تلتفت لمظهره. هو أصلًا ما فيهوش إلا مظهر، لكن من الجوهر ما فيش حاجة، هو فاضي من جوّه. طيب لو هو نرجسي نخبة أو عقلاني، يبقى حضرتك تستشيريه في مواقف، وما ينفعش طبعا إن المواقف ديت تكون مواقف آه يعني كبيرة، لأنك هتبقي مضطرة إن انت تسمعي كلامه وتنفذيه. يعني لو قالك على موقف معين لا ما ينفعش ومش هتروحي، أو مش هينفع تعملي، أو مش هينفع تاخدي، أو مش فانت هتسمعي الكلام لأن انت حطيتي نفسك في الموقف دوت واستشرتيه. يبقى لازم تستشيريه في مواقف عادية ثانوية، وتبيني له ان انت سمعتي كلامه وخدتي بمشورته، لان مشورته هي الصح، لان عقله اكبر من عقلك وبيفهم وبيقدر يقدر الامور وشايف اللي انت مش شايفاه،
والكلام ده كله. فطبعا ده وقود بالنسبة له، لأن هو نرجسي نخبة عقلاني بيفكر بدماغه. طيب لو هو بقى نرجسي خفي ضعيف ضحية، فأنا أنصحك إن أنت ما تضحكيش عليه بأي وسيلة من الوسائل دي، لأنه هيفهم وهيعرف إن هو ولا وسيم ولا شيك ولا شكله حلو وجسمه حلو ولا عقله كبير وبيقدر يقدر الأمور وبيقدر يعني يحل مواقف ويحل مشاكل. هو عارف نفسه كويس، فمهما انت عملتي مش هتقدري تتملقيه ولا هتنافقيه، لأنه هيبقى عارف ان انت بتعملي ده لمصلحة. ساعتها هيبقى رد فعله مش قد كده يعني. سوري يا جماعة. يبقى كل واحدة فينا عارفة النرجسي اللي عندها هو ايه بالظبط، وتقدر تلعبه ازاي وتاخد منه اللي هي عايزاه ازاي، بطريقة سهلة جدا وببساطة جدا، انك توصليه ان هو اللي يبقى عايز يعمل كده عشان مظهره، عشان شكله قدام الناس، علشان انتي هتقولي عليه قدام الناس كذا وكذا وكذا، عشان انتي لما قارنتيه بواحد تاني لقيتي ان هو الاحسن والافضل، علشان مثلا آه، يعني هو يظهر قدام المجتمع بصورة كويسة. حتى لما يكون هيعمل حاجة مش مظبوط أو حاجة غلط، ما تنتقديهوش، ما تقفيش قدامه إلا لما تخلصي حاجتك منه وتكوني خلاص تمام خدتي كل اللي انت عايزاه. وجهيله النقد بصورة مش لاذعة طبعا، لأنه مش هيقبل النقد أبدا. احنا عارفين إن النرجسي حساس جدا جدا للنقد، ما بيتقبلوش أبدا. مش عايزة بقى حد فيكم يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس والكلام ده. ماشي يا جماعة، الساكت عن الحق شيطان أخرس وكل حاجة، بس مش معدول. مش معدول. انت هنا بتحمي نفسك، بتحمي أطفالك، بتحميهم من غضب نرجسي فظيع، بتحميهم من قلبة انت مش عارفة عواقبها. فبتمنى ان كل واحدة فيكم تفهم وتبقى عارفة النرجسي اللي معاها ممكن يعمل ايه وممكن ما يعملش ايه. اخليني ذكية في التعامل، ما بقاش عايزة منه الحاجة دلوقتي فاروح اطلبها منه دلوقتي او اتملقه دلوقتي او اديله الوقود زي ما احنا قلنا دلوقتي. لا، لازم امهد ويكون في فترة ما فيهاش مثلا غضب نرجسي، ما فيش خناقة في البيت، ما فيش صمت عقابي، ما فيش، لا، في وقت يكون هادي ومستقر، وانتي وهو كويسين مع بعض، بيكلمك وبتردي عليه، مش متخاصمين، مش عاملين يعني مشكلة. الكلام ده كله ابتدي اطلب منه اللي انا عايزاه. مثلا ولادي مطلوب ان ولي الامر يروح لهم المدرسة عشان اجتماع لمجلس الاباء مثلا، اي حاجة من الحاجات دي يعني. فابتدي ان انا اطلب منه ده واقول له، ما اقولوش بقى انت ما بتتحملش مسؤولية العيال، انت سايب كل حاجة على دماغي، انا اللي بعمل كل حاجة وانا اللي بروح مدرسة الولاد، طب هم دلوقتي عايزيني، طب كده انا عملت خناقة وعملت مشكلة. طيب انا بذكائي انا عايزاه دلوقتي هو اللي يروح يحضر المقابلة دي لأي سبب بقى من الأسباب، هيدبسوه في مبلغ محترم مثلا لما يروح المدرسة مثلا، فأنا عايزاه هو اللي يروح. أعمل إيه؟ أقول له دي فرصة كويسة جدا إن أنت تروح، على الأقل يعرفوا أبو الأولاد مين وبيتكلم إزاي وأنت طبعا هتبهرهم بطريقتك وبأسلوبك وأنا متأكدة إن الكل هيكون منبهر بيك، كل هيكون يعني مش مصدق إن أنت موجود معاهم ومش عارف إيه. وأقعد أنفخ فيه شوية كده وأديله شوية كلام ودي فرصة تظهر قدامهم ويعرفوا قد ايه ان انت جذاب ومتكلم ومتحدث لابق جدا. ده انت لو رحت هتكتسح الكل، مجلس الآباء ده بعد كده مش هينفع يتعمل من غيرك كده. واخدين بالكوا ازاي؟ لحد ما الاقيه هو من نفسه عايز يروح، علشان يظهر، علشان يقول، عشان يتكلم، علشان يبان، علشان يبقى واضح. برضو كل واحدة عارفة النرجسي بتاعها ايه. النرجسي الضحية الخفي ما بيحبش ده، فبرضو انت عارفة تتكلمي معاه ازاي. ممكن يكون النرجسي الضحية دوت او النرجسي الخفي بتاعك مستغل، بيحب انه يستغلك، يستغلك بقى ماديا، يستغلك معنويا، يستغلك اي استغلال.
كل واحدة عارفة نقطة ضعف النرجسي اللي معاها ايه. اللي قصدي اوصله لكم انك تتعاملي بذكاء، تبقي عارفة امتى تدي الوقود، امتى تمنعي الوقود، ولما تدي هتاخدي ايه مقابل الوقود دوت. واللي اقولهولك كمان في النقطة دي ان النرجسي من كتر ما بيستغلك بتبقي عايشة كل يوم بمية ألف وجه وبمية ألف عقل، عايزة تفكري، عايزة تشوفي هو ممكن لو قلتي له كذا هيعمل كذا. حياتنا مش حياة طبيعية يا جماعة، حياتنا مع النرجسيين مش حياة طبيعية، مش حياة عفوية، مش حياة كده كل واحد بيقول اللي جواه وبيطلع اللي جواه. لأ، انتي مع النرجسي ماشية على قشر بيض، لازم تفكري في الكلمة قبل ما تقوليها، لازم تفكري في التصرف قبل ما تعمليه، لازم تخططي من قبلها بيوم واتنين وتلاتة علشان تشوفي أثر اللي انت خططتي له ده هيبقى ايه. هي دي حياتك مع النرجسي. اللي قادرة تكمل وتستحمل وهتقدر تبقى ذكية وتتلاعب وتمشي بالطريقة دي، خلاص، مصلحة أولادك ومصلحة بيتك انت أدرى بيهم طبعا. بس اللي ما تقدرش أو اللي تشوف إن إساءته وأذاه أكبر بكتير من النفع اللي هيعود منه ده، لو عاد منه أي نفع يعني، فأنا بقولك ومن دلوقتي ما ينفعش تكملي معاه. لو هو بيأذيكي بدنيا، بيأذي أولادك نفسيا وبدنيا، أسفة يا جماعة أنا تعبانة اليومين دول، لو هو بيأذيكي فعلا يبقى ما ينفعش تكملي معاه. محدش يقولي مفيش حاجة غير كده، محدش يقولي ربنا كبير، ربنا كبير وهيقدر ان هو قادر، ربنا طبعا سبحانه وتعالى على كل شيء، وهيقف جنبك وهيسندك وهيقويكي ومش هيتخلى عنك ابدا لانك مظلومة. ربنا معاكم كلكم يا جماعة، كل واحدة فينا تفكر تشغل مخها للي في صالحها وفي صالح بيتها واولادها، مش اكتر من كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير، ويا ريت لو لسه مش مشتركة تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا، واشوفكم الحلقة الجاية.